دعوني أتقدم بالشكر والتقدير لسيادة المستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة السابق. وأيضا أتقدم بالشكر إلى الصديق الوفي لنادي الشاطئ المعلمين الأديب والشاعر الأستاذ أحمد أدري. يسمحوا لي أن أترك له تلك الندوة ليقوم بإدارتها، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون ندوة مثمرة نستمع فيها كثيرا حتى نستطيع أن نتحدث عما سمعنا وأن ننقل ذلك إلى نبض الشارع في أجواء ما أحوجنا جميعا أن يكون لدينا الأسلحة التي ندافع بها عن الكيان المصري، ليس عن شخص الرئيس وليس عن أشخاص، ولكن ندافع عن هيبة الدولة المصرية التي يتكالب عليها الأعداء من كل مكان بعد أن أخذوا منا الكثير والكثير والكثير، وما زالت المؤامرات وما زالت التحديات، ولكن هذا كله يحتاج إلى رجال. نبدأ بمشيئة الله الندوة مع الأستاذ والشاعر والأديب أحمد أدري، فليتفضل. بالحب نبتدي ونرحب بالضيوف، بقلوبنا الصافية نحلم ونشبك الكفوف. عاشت مصر وشبابها ويعلى اسمها، بالحب فاتحة بابها للدنيا كلها. أهلا الحب يجمع ويسعنا كلنا على أرض اسكندرية وتحت شمسنا. نحلم سوا نفرح سوا ونخاف كتير على بعضنا، نعشق ندوب صبح وغروب ونعيش في ظل شمسنا. صوت الجرس صوت الأذان وناس بتعبد ربها. مصر الوفا طول الزمان مسلم مسيحي في حضنها. مفيش فوارق في العمل ولا غيمة بتحوش الأمل. مصر الوطن زي الجمل شايلة الجميع على أرضها. مصر الوطن زي الجمل شايلة الجميع على أرضها. أهلا وسهلا بحضراتكم في تدشين الصالون الثقافي بنادي المعلمين. وأولى ندوات اليوم التدشين، وهي التحديات التي تواجه المنطقة العربية، طبعا برعاية نقيب معلمي مصر الأستاذ خلف زناتي، وأيضا فكرة الدكتور سمير النيلي اللي هو بالصدفة كنت الأسبوع اللي قبل اللي فات هنا، وهو صاحب هذه الفكرة الحقيقة مش أنا، ولكنه دعاني إن احنا نعمل الصالون، لأن هو حابب إن هو يعمل نشاط ثقافي وحابب إن هو يندمج مع المجتمع السكندري. وعلى فكرة كل الكيانات بإذن الله في الأيام القادمة هتكون موجودة معانا، سواء أحزاب أو جمعيات أو مؤسسات أو كيانات ثقافية من وزارة الثقافة، لأن هذا المكان سوف ينطلق منه هذا الصالون اليوم بعنوان التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومصر بصفة خاصة. تحية شكر وتقدير للدكتور سمير النيلي اللي هو أتاح الفرصة لنا في هذا اللقاء. تحية شكر كبيرة جدا لمعالي المستشار أحمد عوض. تحية شكر لمعالي الوزير الدكتور عربي أبو زيد. تحية شكر لكل الحضور اليوم اللي هم يعتبروا شركاء في معركة الوعي التي سوف نخوضها وسوف تنطلق من نادي المعلمين بإذن الله. عندما نتحدث عن دورنا في الساحة فهو دور مهم جدا جدا، جميعا شركاء. ولما بنقول بندشن صالون ثقافي النهارده هنا، مفيش حد رئيس الصالون، مفيش حد صاحب الصالون، ولكن جميعا بندشن. الحضور اليوم هم مجلس إدارة هذا الصالون، ولهم الأولوية والأحقية أن يتقدموا بطلب عمل ندوة أو عمل مشروع أو عمل بيان أو أي شيء مع الدكتور سمير. من حقنا كلنا ندير هذه المنصة، وهذه ليست منصة أحد. قد نكون أشعلنا البداية وانطلقنا، ولكن نحن نفتح الباب للجميع حتى يمارس دوره الحقيقي في الثقافة على أرض الإسكندرية، هذه المدينة الكوزموبوليتانية الكبيرة العريقة صاحبة الرصيد العظيم من الثقافة. نحن يشهد لنا أن الإسكندرية هي الأولى في كل الخطوات الثقافية والسياسية وكل شيء. فدعونا نفعل هذا الدور معا
نلتقي جميعا بإذن الله في هذا المكان الخصب، فهو أرض خصب حقيقي للثقافة، مكان جميل رائع فيه كل الأدوات. الدكتور سمير الحقيقة فتح أحضانه لنا جميعا، وأرجو إن دي تكون فرصة أبدا ما حدش يضيعها، إن احنا نمارس دورنا الثقافي الحقيقي في دعم القيادة السياسية ودعم الوطن في مثل هذه المرحلة الراهنة. مش عايز أتكلم كتير، ولكن سوف أعطي الكلمة للضيف العزيز وهو المستشار أحمد عوض. اسمحوا لي بس ربان سفينة التعليم في الإسكندرية ونحن في ضيافته يبتدي هو الأول كلماته إن شاء الله. احنا كلنا في العملية التعليمية سواء نقابة أو تنفيذيين بيقودنا واحد بس باسكندرية، هو السيد وكيل أول الوزارة الدكتور عرب أبو زيد، شخصية محترمة جدا من جنوب مصر، تمثل بصراحة الأصالة والجدعنة والكلمة والرأي والنزاهة. فطبعا كلنا نفتخر في اسكندريه وانا واحد منهم. خلاص سيبنا الجنديه وانضمينا لصف الجماهير خلف الاستاذ الدكتور عرب ابو زيد وكيل اول وزاره التربيه والتعليم. فيتفضل. شكرا يا فندم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا متواليا وان كان يتضاءل دون حمده حمد الحامدين، واصلي واسلم على رسله ثانيا صلاة تستغرق مع سائر الخلق سيد المرسلين. أي معلم هذا وأي إنسان هذا المطرع عظمة وجلالا وبهاء. ألا إن الذين اتبعوه لمعذورون والذين افتدوا بأرواحهم لهم الرابحون. محمد بن عبد الله. فمهما تتبارى الأقلام والأفهام عازفة أناشيد محبته فكأنها لن تبرح مكانا ولن تحرك بالقول لسانا. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى جميع رسله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، يعني ليلة مباركة، طبتم وطاب ممشاكم وكل عام حضراتكم بخير. يعني أيام كلها فيها نورانيات وفيها نوع من التفاؤل والأمل. بداية عام يعني سعيد إن شاء الله. شهر رجب إن شاء الله احنا فيه، إن شاء الله ربنا يبلغنا جميعا يا رب شهر رمضان ونكون من العتقاء ونكون من المقبولين في هذه الأيام. ثانيا يعني كم أنا سعيد أن أنا أكون جالس بجوار قامة وقيمة كبيرة. يعني سمعت عنها والله قبل ما أجي اسكندرية، يعني بمجال أن أنا يمكن أنا في السياسة شوية. أنا رئيس مجلس أمناء الأحزاب السياسية أصلا في محافظة جنة بالانتخاب مش بالاختيار، بالانتخاب. فبحكم يمكن الواحد العمل السياسي بتاعه الطويل شوية، يعني سيادة المستشار أحمد عوض يعني أنا سمعت عنه الكثير والكثير. وطبعا يعني صديقه الصدوق هو سيادة اللواء عادل لبيب. فعادل إذا ذكر يعني سيادة المستشار أحمد عوض يبقى دائما يذكر سيادة اللواء عادل لبيب، ودائما إذا ذكر اللواء عادل لبيب ذكرت النهضة في محافظة جنة أو ذكرت جنة الحديثة. جنة قبل 97 شيء وبعد 97 شيء آخر مختلف كل الاختلاف. وده كان يمكن بالفضل الأول والأخير. لابد أن أسجل هنا وأنا أعترف وأقر باسم كل محافظة جنة إنه إذا كان هناك نوع من وضع خريطة محافظة جنة، هي طبعا عريقة عتيقة بعائلاتها بقبائلها بتاريخها القديم، وهي اللي كانت تحكم الصعيد يعني قديما. لكن اهلا وسهلا. لكن طبعا يعني بالفعل سياده اللواء عادل لبيب وضع محافظه جنة على الخريطه بكل ما تم فيها، الذي ما زال حتى هذه اللحظه نحافظ عليه، واصبح في يعني كلتشر بالنسبه لنا وثقافه. وسياده اللواء يمكن من الشهود على هذا الامر بحكم طبيعه عمله كان في محافظه. فشرف كبير ان انا اكون بجوار معاليك. احنا جينا النهارده لكي نسمع ونعي ونستفيد ونكتب ونحلل بعد ما هو يعني يتكلم، احنا نكتب وراه وبعد كده نحلل، لانه طبعا بعمق ثقافته وادائه وعمله وخبرته الكبيره مرجعيه وكتاب مفتوح بالنسبه لنا. اخي الاكبر وصديقي واستاذنا ومرجعيتنا في العمليه التعليميه استاذنا الاستاذ الدكتور سمير النيلي، يعني وكيل وزاره الوادي الجديد،
الأسبق، ووكيل وزارة مرسى مطروح الأسبق، ومدير عام الشؤون التنفيذية في محافظة اسكندرية، والمرجعية الكبيرة بتاعتنا في العملية التعليمية. وأنا كنت هستلم منه في الوادي الجديد، ولكن طبعا يعني غير الاتجاه إلى بني سويف وإلى سوهاج، ثم شرف كبير ان انا اكون موجود في داخل محافظه اسكندريه. طبعا الشاعر العظيم سياده الشاعر احمد بيه، طبعا احنا التقينا اكثر من مره. جميل ان تسمع كلماته الرائعه الجميله التي تخرج من القلب. يعني القامات الكبيره الموجوده، يعني كل واحد من حضراتكم بالفعل يعني مرجع في مجاله، في عمله، في ادائه. احنا في محافظه اسكندريه العريقه العتيقه اللي هي تسبق القاهره ب1000 عام. يعني احنا في ارض التاريخ، ارض الحضاره، ارض الثقافه، التنوع، الفكر، الاداء. حتى اولادنا هنا مختلفين عن اي مكان اخر في قدرتهم، في ادائهم، في ثقافتهم، في وعيهم، وفي اصرارهم على العمل والتجديد اللي احنا فيه، والاداء اللي احنا بيتم في داخل العمليه التعليميه. لانه بالفعل العمليه التعليميه هي الحاضن الاساسي، وهي المحرك الاساسي، وهي يعني على ما اعتقد المرآة العاكسة لأي مجتمع احنا عايشين فيه. دائما إذا أردت أن تنظر إلى أي مجتمع، وأنا يمكن سافرت بلاد كتير سواء أوروبية أو أمريكا أو دول عربية، سواء يعني تلقي الخبرة هناك أو لنقل الخبرة إلى بعض الدول العربية زي الأردن، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر. يعني شاركت في حاجات كتير بالنسبة لهم في داخل العملية التعليمية كاستشاري او كخبير في بعض المجالات، سواء التخطيط الاستراتيجي او الاكريديشن اللي هي الجوده والستاندرد، المعايير والمناهج وطرق التدريس بحكم طبيعه عملي. فده على ما اعتقد ادى نوع من انه محافظه اسكندريه متفرده خالص عن اي قطاع اخر. انا اشتغلت في محافظات كتير واشتغلت فتره مع الوزاره، يعني لفيت كتير، لكن اقولها وما زلت اقولها ست الدكتور سمير، انا ما كنتش احلم في يوم من الايام ان انا ابقى وكيل وزاره اسكندريه. ما كانش في مخيلتي اصلا. ولكن طبعا يعني هذا الشرف اللي انا نلته، يعني تكليف السيد وزير التربيه والتعليم الاستاذ الدكتور رضا حجازي، على ما اعتقد ده وسام شرف بالنسبه لي. لازم تكون على قدر المسؤوليه. أنا ليا سنة و4 شهور بالظبط كده هنا في محافظة اسكندرية. يعني رأيت ما رأيت، تعلمت ما تعلمت، قرأت ما قرأت، ويعني حبينا نعمل حاجة تكون كويسة ومتميزة لمحافظة اسكندرية. دعوني في 5 دقائق فقط تاني إنجاز لي التعليم، وإن سمحوا لي المنصة إن أنا يعني هقول لحضراتكم بشكل يعني مجمل كده العملية التعليمية في محافظة اسكندرية. وبعد كده احنا ان شاء الله هنفرد لها يعني ممكن يبقى لقاء مختلف. انا حابب اسمع واتسال وانا اجاوب. انا مش عمليه ان انا اتكلم، لكن كمان العمليه التعليميه بتمس كل بيت في داخل محافظه اسكندريه او على مستوى الجمهوريه. احنا عندنا في داخل محافظه اسكندريه 1,420,000 طالب، يعني كد دولتين. في دول يمكن ما توصلش 600,000 700,000. احنا عندنا في محافظه اسكندريه 1,420,000 طالب في داخل مدارسنا. عندنا ما يقرب من 3000 مدرسه، هم بالتحديد يعني 2885، ولكن طبعا في مدارس جديده اضيفت حوالي 32 مدرسه. يعني احنا داخلين اقتربنا على ما يقرب من حوالي 3000 مدرسه في داخل محافظة اسكندرية. وعندنا ما يزيد عن حوالي أكثر من 74,000 معلم في داخل العملية التعليمية، سواء خاص أو عام أو يعني بالأجر في داخل العملية التعليمية. يبقى لما بنتكلم على عدد ضخم. احنا يعني نستطيع أن ندخل كل بيوت محافظة اسكندرية في خلال يوم، وده يمكن اللي حصل في الانتخابات اللي فاتت. احنا عملت بروشور كده أو بامفلت كان في اللي هو المشروعات القوميه، وكيفيه يعني كتابه يعني عباره عن نبذه عن كل مشروع من المشروعات القوميه اللي تمت يعني في مصر في الفتره الاخيره، وتم يعني نشرها على اولادنا وتوعيتهم وعمل لقاءات معهم حتى المرحله الابتدائيه. وفعلنا كل ده في خلال يوم واحد. المشروعات القوميه كانت في ايدي كل اهل اسكندريه،
ويعني لغايه ما واحد نائب من النواب الحاليين الموجود حاليا بيقول لي والله ده انا معايا بنتي في رابعه ابتدائي جابت لي المشروعات القوميه النهارده وقعدنا نتناقش فيها، قلت له ده كويس، حاجه كويسه يعني. فده على ما اعتقد يعني ده انديكيتورز او مؤشر انه بالفعل اذا اردت ان تدخل كل البيت يبقى العمليه التعليميه هي الاساس وهي المفتاح، وده بيلقي علينا عاتق وبيلقي علينا عبء كبير في عمليه الكاستمر ساتسفكشن او رضا العميل. رضا العميل اللي هو الطالب، والطالب لو رضي يبقى اذا ولي الامر راضي. يبقى هل يعني مقياس الرضا بالنسبه لنا في داخل العمليه التعليميه هل انا بقيسه؟ ايوه انا بقيسه. يعني خلينا نكون واضح، انا راجل شغلانتي التخطيط الاستراتيجي اصلا. فعمليه ان انا هشتغل عشوائي او بالظبط يوم بيوم او اروح المكتب يوم بيوم، لا انا جدولي محدد، الاجنده بتاعتي محدده. اول حاجه عملتها لما جيت اسكندريه في 18/9/2023 كان هو وضع خطه استراتيجيه قصيره المدى لمحافظه اسكندريه. وانا خدت 3 شهور او 4 شهور وانا بدرس في عمليه المعوقات او يعني اللي احنا بنسميه تحليل اصوات القوه والضعف والفرص والتهديدات الموجوده عندنا، وبدانا بالفعل وضعنا خطه استراتيجيه وانا اطلقت في ذلك التوقيت. وكان اول لقاء لي في محافظه اسكندريه كان في نقابه الصحفيين، وده كان مقصود. يعني لابد ان تنطلق من مكان، فانا حددت بعد 15 يوم من مجيئي في محافظه اسكندريه لقاء في داخل نقابه الصحفيين، وكان الصحفيين كلهم موجودين وتم عرض الاستراتيجيه بتاعتي. هو انا هعمل ايه؟ وهتسالوني في ايه؟ وتسيبوني فتره كمان، يعني مش عمليه انه كل مشكله كده نلقاها كده واخدنا عامله لنا ترند وانا يبقى انا كده مش هشتغل، لا سيبونا فتره كده الاول واي مشكله بلغوهاني، وبعد كده لو ما اتحلتش في خلال 24 ساعه يبقى في من حقك، وده طبعا حق مشروع لاي حد ان هو يتكلم. فالحمد لله محافظه اسكندريه حاليا يعني بكل ما فيها، بناء الفريق اللي فيها، توحيد الرؤى، وضع الناس كلها على خط في العمل، يبقى في نوع من التوزيع الادوار، في نوع من المحاسبيه. والمحاسبيه هنا على قسمين، المحاسبيه الايجابيه والسلبيه. الايجابيه لمن اجاد وغير ذلك لمن يعني يقصر في اداء عمله. التكليفات في داخل العمليه التعليميه تكليفات يا اما يوميه يا اما اسبوعيه يا اما شهريه. مفيش حاجه اسمها على فكره خد الموضوع ده وروح اعمله، لا الموضوع ده يخلص، انا محدد ديدلاين ليه يخلص في 15 يوم، يبقى 15 يوم انا هحاسبك، بعد 15 يوم بيوم يبقى في نوع من المحاسبيه. توزيع الادوار بيدي نوع من المسؤوليه بالنسبه للشخص بدل ما الموضوع يبقى وده على ما اعتقد ده دور من ادوار العنوان اللي ورانا اللي هو التحديات والوعي اللي احنا بنتكلم فيه. احنا شغالين على 3 عناصر رئيسه في الاستراتيجيه بتاعتنا اللي هي الاكسس والكواليتي والسيستم، الاتاحه والنظم والجوده. الاتاحه ان احنا ازاي نوفر مكان كريم في داخل عمليه التعليم. خلينا اكون واضح وصريح لحضراتكم انه التوزيع التربوي لمدارسنا في داخل محافظه اسكندريه كان يتم بطريقه عشوائيه وليست بطريقه منظمه. بمعنى انه احنا المفترض 4 مدارس ابتدائي بيسلموا مدرستين اعدادي بيسلموا مدرسه ثانوي، ده اللي احنا اتعلمناه واللي احنا بنعرفه. لكن هنا كانت الدنيا الى حد ما ابني مدارس وما تحددش ابتدائي اعدادي ثانوي وهو يبقى الدنيا ماشيه. ولكن فوجئنا في وقت من الاوقات انه احنا عندنا مدارس كتير ابتدائي وما لاقيناش مدارس ثانوي، ولادنا يركبوا العربيات ولا بناتنا يركبوا العربيه عشان يروحوا 10 كيلو 15 كيلو عشان يروحوا مدرسه ثانوي. ده على ما اعتقد شيء تم هيكلته بشكل كامل في المحافظه بحيث انه يبقى في نوع من الكاستمر ساتسفكشن، رضا العميل. انا برجع تاني للكلمه اللي انا قلتها، انه يبقى ولي الامر راضي انه بنته وولده قريب من المكان عشان ما حملهوش عبء كبير انه ياخد تاكسي او ياخد يبقى في اشتراك في اتوبيس او ايا كان عشان ما كلفش الاقتصاد. يبقى انا برجع للتحدي اللي في العنوان برضه عشان انا مش هتوه عن العنوان يعني. الحاجه الثانيه المعلمين وتوزيع المعلمين ويعني العداله في هذا الامر. وخلينا اكون واضح، انا لا اخضع لاي ضغوط لاي حد، وهو يبدو ان الناس عرفت ده فلذلك ما حدش بيضغط عليا وما حدش بيتصل بيا وما حدش بيقول لي فلان ولا دي فلانه ولا ده فلان. هم يبدو ان هم جروا المشهد بدري كده، وده على ما اعتقد اداني نوع من الراحه في اداء العملي.
أنا بتوجه بالشكر الجزيل للسيد المحافظ الداعم، الأجهزة كلها داعمة. الهدف هو الوقوف على الأرض الواقع، التقدم في العملية التعليمية. الحمد لله حدث نوع من التقدم في خلال 6 شهور. من خلال ال3 شهور اللي فاتوا الأخارة نسبة الشكاوى في محافظة اسكندرية 0. وكلمة 0 هنا بالنسبة لنا يعني 3%، والشكاوى اللي بتقدم للجهات المختلفة، لأنه أنت عندك مقياس، هي المقياس الشكاوى المقدمة في مجلس الوزراء، في رئاسة الجمهورية، في الوزارة، في الأجهزة السيادية، أو في خدمة المواطنين. أنت الموضوع مش بتقول كلام وخلاص، لا، كام شكوى متقدمين وإيه أسباب الشكوى. فالشكاوى في آخر 3 شهور 0 بالنسبة لنا في محافظة اسكندرية، وده كان سبب من أسبابه هو القضاء على العنصر الأساسي وليس الفروع. يعني أنت بتعالج الجذر الأصلي مش الفرع، ولا تشوف الأوراق. ما الأوراق ما دام حصل لها نوع من التيبس يبقى إذا في مشكلة في الأصل بتاع الشجرة، فأنت بتعالج الأصل. يعني الحمد لله التعليم الفني الصناعي والفني الزراعي والتجاري إلى حد ما بدأنا نشتغل. آخر جملة هقولها إن إحنا السنة اللي فاتت صنعنا زي ل 700 مدرسة من مدارسنا في مدارسنا التعليم الفني، 700 مدرسة. ركزوا في الرقم ده لأنه الرقم ده غاية الأهمية. أقصى سنة تمت تصنيع زيه، طبعا الدكتور يعني سمير كان مدير عام الشؤون التنفيذية ومسؤول عن هذا الموضوع بشكل أو بآخر في المدرسة المنتجة أو الوحدة المنتجة. أقصى عدد وصلته محافظة اسكندرية هو 22 مدرسة. أقصى عدد 22 مدرسة تصنيع الزي عندنا في داخل مدارس التعليم الفني. السنة اللي فاتت يعني أنا حوربت كثيرا من الغرف التجارية ورجال الأعمال والمصانع واللي تحت السلم واللي فوق السلم واللي تحت الترابيزة وقصص كبيرة خالص، ولكن كان هناك نوع من الإصرار والأجهزة كلها والسيد المحافظ والوزارة. صنعنا 700 مدرسة، 700 مدرسة الزي بتاعها صنعناه عندنا. هتقولي ده هو أنت يعني إيه المفيد في هذا الأمر؟ المفيد أول حاجة إنه استغلنا الإمكانيات الموجودة. أنا بقول لحضراتكم إحنا عندنا ما يقرب من حوالي 54 مدرسة، فيهم ما يقرب من حوالي كل مدرسة فيها 10 مصانع. تاني، إحنا عندنا 54 مدرسة صناعية وزراعية وتجارية في محافظة اسكندرية وفندقية، كل مدرسة فيها ما يقرب من حوالي 10 مصانع داخليين. أنا هضرب مثال واحد، مدرسة محمد علي، ويمكن وائل موجود هنا. مدرسة محمد علي بس ما فيها من أجهزة وما فيها من ماكينات وما فيها من إمكانيات تقدر بما يزيد عن 120 مليون جنيه. ده داخل المدرسة من جوه. أنا عندي قسم طباعة في داخل مدرسة محمد علي، لما اشترناه أو لما اشتروه في 2015 2016 ب 30 مليون. دلوقتي على ما أعتقد عشان تشتريه مش هتقدر. ده بيطبع حوالي أكثر من 2000 ورقة في الدقيقة الواحدة. ده تحول إلى كيفية الاستفادة منه. كان في مركز لصيانة السيارات في مدرسة الشربي مغلق من 2014 بالشراكة مع القطاع الخاص، فتحناه واشتغلنا عليه. ده كله بيعود بالنفع طبقا للائحة المالية على الأولاد وعلى المدرسين. أولادنا اللي صنعوا 700 مدرسة والمدرسين ما كانوش يروحوا من المدارس. لما ابنك يروح ب 1000 جنيه في اليوم، بنت في ثانية ثانوي ولا ثالثة ثانوي 1000 جنيه في اليوم، أنت عاوز إيه تاني؟ على ما أعتقد يبقى ده بيقلل حتى من عملية البطالة. يعني الكلام في العملية التعليمية كثير وكثير. يعني هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالعملية التعليمية، من أيضا من الوزارة. أخذت الكثير من الكلمة، ولكن أنا بأتمنى للندوة أنها تكون يعني ندوة رب إن شاء الله. أنا عارف أنها تكون ندوة ناجحة بوجود القيادات والقامات، وإن شاء الله نحدد في يوم جلسة تكون مطولة للسؤال للعملية التعليمية. شكرا لحضراتكم. السلام عليكم. شكرا الحقيقة أسعدنا حوارك، وأنت بالفعل تواجه تحديات كبيرة جدا في هذا الملف. احنا بنواجه جيل صعب جدا في التعامل، وانا طبعا مشفق على حضراتكم من هذا الجيل، ولكن انت حضرتك يعني كفء لهذا الموقع. والحقيقه ما حدث من تغيير في الاسكندريه في مواقع التعليميه ملحوظ، وهناك جديد بفضل قياده حضرتك. يعني شكرا لحضرتك. الان الكلمه لمعالي المستشار احمد عوض. ما تقولش بقى ادي كلمه لحد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحضور الكريم، حوالي قام
انا بعتز بيها رغم ما كانش فيه معرفه سابقه بيه. قيمه وقامه في الخلق والعلم والكفاءه الميدانيه، دكتور عربي ابو زيد، وعلم في اسكندريه بطريقه غير عاديه. يمكن هو شرح جزء من اللي هو قام بيه في خلال الفتره دي. وعلى يميني الدكتور سمير النيلي، زميلي وصديقي واخويا ورفيق العمل السياسي والعمل الشعبي والمحلي. وكنا هنا من اسبوعين وبدا يفكر ان هو يعمل المنتدى السياسي ده، وقال لي ان احنا هنبتدي بيه. كان كلام يعني انا قلت ده فك مجالس في القعده. فجاه لقيته بعت لي، وامبارح بس حدد لي ان احنا نبقى النهارده. وانا اقول ايه يوم الجمعه؟ ويوم الجمعه ده بالنسبه لي انا شخصيا يعني احفادي وكده. قعدت اشوف ابحث ليه يوم الجمعه؟ هل اليوم يعني من الايام الحلوه، ولا الدكتور سمير علاقته بالمساجد وكده؟ انا قلت هو باعتباره من دمياطي ان هو بيروحوا بيلموا يوم الجمعه حاجات كتيره كده من المساجد، فعملها عشان كده. فانا بس ادخل دعابه كده على اختيار الوقت، وبدات ابعت للزملاء وهو طبعا. فانا بقول لك شوف صدقني حاجه غريبه. يعني احنا حديثنا هنتكلم على على العدو الصهيوني، يعني هياخد جزء كبير. لكن هنشوف في كتابهم يقول لك ليس مهما ان تملك المال، ولكن الاهم ان تملك من يملك المال. ده مبدا من المبادئ الاصوليه جدا. انا شايف الزميلات والزملاء اللي قدامي كل واحد فيهم او واحده بتمثل قيمه وقامه. يمكن لو الواحد بيختار ما كانش يقدر يختار الاختيارات اللي موجوده دي. فهنيئا للحضور الكريم كلهم قامات كبيره في مجالاتهم. اخويا العزيز المناضل، انا دايما اقول له المناضل وهو بيرجعها لي كده، الشاعر الكبير احمد ادري بيذوب حبا في مصر. وتشوفوا هو بيقول الكلمات اعتقد يعني تحسوا الكلام ده بيطلع ازاي وفين. وصاحب منبر اساسي في مركز شباب القصر الثقافي الانفوشي، وبيقدم فيه حاجات كتيره. وانا الانفوشي دي انا ما بقتش اروح كتير عشان الاستاذ ناصر موجود النهارده. كل ما اروح هو كريم جدا لدرجه يستضيفك وكل من معك. فالحكايه لقيتها يعني كفايه كل 6 شهور من سنه يعني. تنور بس اي وقت. الحضور الكريم اللي شايفين العنوان، هو العنوان ده معمول لاسباب كتيره، لكن احنا بنتكلم حطينا الامه العربيه ومصر بصفه خاصه. الامه العربيه اعتقد اي واحد في حضراتكم دلوقتي شايف قد ايه الانحدار الشديد اللي حصل فيها. تلاقي السودان، ليبيا، العراق، سوريا، كل ده حصل له ايه؟ اللي بيجرى في غزه بتشوفوا قد ايه القياده المصريه بتجري وبتعمل في جامعه الدول العربيه ولا حس ولا خبر. حتى اللي راح محكمه العدل الدوليه كان جنوب افريقيا. تشوفوا الادوار المتباينه، وده هقول لكم ليه. يعني الادوار المتباينه دي واثروا علينا كمان بعد ما كانوا هم اساسا مصر دي بالنسبه لهم هي قبلتهم وهي كل حاجه. بداوا في فتره من الفترات يقفوا معانا، ثم بقى الفكر الاخر بقى اللي هو ادوهولنا عاوزين مكانه كذا وكذا وكذا وكذا. انا برجع بقى هنا، يبقى اذا دورنا احنا كمصر. انا هقول لكم مصر دي اساسا
مستهدفة وما يتقولش كده مستهدفة من غير محنوبة الأسباب. هي مستهدفة. اللي بيقود العالم ده كله واللي بيؤثر في العالم ده كله، أعتقد شفتم في اللي جرى في غزة، شفتوا مواقف الدول كلها شكلها إيه. حتى اللي كنا بنفترض إن هو ممكن يقف ما بيقفش، لأن اللوب الصهيوني هو اللي بيحرك كل الدول دي. في حاجة اسمها الحركة الصهيونية العالمية، ده اللي بتدير كل ده. هم وبالصدفة أنا عرفت هذه المعلومة في 23/12/85 في باريس، وكنت أول مرة أسافر، ودخلت اللي يروح باريس لازم يروح يزور المتحف هناك ويشوف الحضارة المصرية ازاي غطت على كل الحضارات. وكان معايا احد الزملاء في السفارة من الناحية الأمنية الأمنيين، وكان معاه في الآخر واحد أبيض البشرة كده، قال لي ده نمساوي الجنسية يهودي الديانة وبيدرس في الأزهر. ولقيته ابتدرني قال لي اوه فراعنة، فأنا بقول له طبعا فراعنة. أما تطلع من المتاحف دي تحس انك تتمنى ان كل ما عندنا من اثار يروح هناك علشان العرض بتاعهم. قال لي وانتوا فاكرين نفسكم احفاد الفراعنه بجد؟ انتوا عرب رابش. الفراعنه في موقعة سيدنا موسى انتهوا. قال لي عموما لم يتبقى لكم، كانت البدايه وبتكلم لغه عربيه كده، لدينا الا نظام الاسره المصريه. انتوا لم ترثوا من الفراعنه الا نظام الاسره المصريه، وسنعمل جاهدين على هدمه. 23/12/85 ما كنتش انا في العمل العام ولا العمل السياسي ولا حاجه. وجاء قايل لي بقى انا كنت ساعه ما قال لي انت مش، كنت عاوز اضربه بالقلم. وبعدين بحثت المحقق، قعدت بعد كده معاه استدرجه في الحديث، لقيت قال لي حرب 73 دي اخر حرب بين مصر واسرائيل. اسرائيل دي مركز الارتكاز بتاعنا في وسطكم، لكن احنا بنرى الذي ينافسنا، الناس اللي ينافسونا في حب الله سبحانه وتعالى، احنا شعب الله المختار. لا ينافسنا الا المصريين. ربنا سبحانه وتعالى تجلى على ارض مصر في سيناء وكلم سيدنا موسى. كل الانبياء عدوا من سيناء وعبروا من مصر. سيدنا يوسف مثلا كان ماسك خزائن الارض في ارض مصر. محمد علي وهو ألباني لما جه وقاد مصر عمل ثورة صناعية ومصر الحديثة، خد كل الجيران بتوعه كان هو مسيطر عليهم. يبقى إذا اللي يقود مصر يقدر يسيطر على كل المنطقة بالموقع الجغرافي اللي هي فيه، فضلا إنها مذكورة في الأديان الثلاثة لأنها محفوظة من الله سبحانه وتعالى. دي النقطة دي بدأوا منها. طب نعمل إيه؟ قال لك رصد. والله الكلمات دي كما لو كان قايلها لي النهارده، أنكم تجتمعوا على الغداء في الحضر، وفي الريف على العشاء، وفي المناسبات الدينية والأعياد. ده المصدر القوة بتاعتهم. قال فركش كل ده حمد. امسكوا التاريخ بقى 23/12/85، ويمبي وكنتاكي 86/87، لان قال احنا مش هنأثر على الجيل اللي زيك، الجيل اللي جاي بعد كده الشباب. قال كنت تقدر، انا عاوز اقول لكم قد ايه كان بيقول الكلام العام. قال لي كنت تقدر تروح البيت
تقول انا عايز اكل قبل ميعاد الاكل، يقول لك والدتك تقول لك اتصبر. كلمه اتصبر دي شوفها اما واحد ينقلها، اتصبر. تقدر وانت قاعده لو عامله والدتك اكل معين تقدر تقول لها انا مش واكل الاكل ده؟ كانش ممكن. كل الاكل اللي بيتعمل بيتاكل، ونظام الاكل سواء على الطبليه او على السفره بيقعد الاب، بتقعد الام، الاخوات، ونظام الاكل هو ده اللي كان سيطره الاسره على اولادها وتربيتهم. واما يشوفوا ابوهم وهو بيفتتح ويقرا كده بسم الله الرحمن الرحيم وهو بيحط الفوطه وكده، دي كلها حاجات بتلمس. وعلشان كده كنا دايما بنقول زمان المدرسه شريك في تعليم اولادها مع وزاره التربيه والتعليم. ده شركاء الاثنين، لان كان كده. قال لك كل ده بقى خلاص. فانا بقول له ايه خلاص يعني هتعملوا ايه؟ يعني ازاي؟ انا برضه كانت درايتي ايامها محدوده. قال لي هنعمل محلات اكل، محلات اكل بالتليفون، وهتبقى سخنه وحلوه و اتفضل اتفضل. هتقدمهم وتخليهم يستغنوا في البيت. لا 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 ما انا هاكل كذا، ويبتدوا يعملوا كده. طيب وبعدين قال لي هنعمل حاجه كده. كان معايا شنطه صغيره زي الموبايل كده، هو قال المحمول ايامها. قال لي هيبقى افراد الاسره الواحده في مصر هينادوا بعض بالموبايل، وهو سايق العربيه ماسك الموبايل. انا بقول لحضرتك 85. قلت له يعني، قلت له طب ما الموبايل ده هيبقى في العالم كله. قال لي لا، العالم كله بينزل 6 صباحا لغايه 6 مساء ما يقدرش يمسك الموبايل ده، لكن في مصر بالذات هيبقى كده. قال شوف في المناسبات الدينيه لما بقول التجمع في المناسبات اللي هي بتاع الاعياد والحاجات دي، قال مش كان بيبقى في زيارات و الى اخره. واحنا قلنا ان يعملوا ان الكنيسه انتوا عندكم الشعب الوحيد اللي المسيحي واليهودي والمسلم ما يبانوش، عايشين في وئام مع بعض. لكن احتفالاتهم هيعملوا ايه؟ اللي هو زي افطار الوحده الوطنيه. تلاقي القيادات تروح تفطر، يبقى بعد كده المهندسين يعملوا افطار، الاطباء يعملوا افطار. تلاقي دائما هتبقى ترابيزه الفطار في بيتك ناقصه 1 أو 2 أو 3. بعد كده الولاد هيعملوا افطار مع بعض، البنات مع بعض، وهكذا. استطاعوا ده تدريجيا بدأوا يعملوا كده علشان طيب يعمل ايه بقى تاني؟ لازم نمط الاكل التقليدي يتغير، وبتستخدم طالما بتاكل من بره يبقى الغنم بالغرم، تاكل وتبقى عندك حاجات للدكاتره. الدكاتره هتشتغل عليك والصيدليات بتاعتهم هتشتغل عليك. وبدأ في خلال الفترة دي كمان نظام العمارة يتغير. بمعنى كانت زمان الجدار بيتعمل سواء في الريف او في المدن 50 سم. تعرفين 50 سم ده قد ايه؟ كنت تقعد زمان في البيوت يقول لك انا قاعد في الاوضه البحريه او الاوضه الابن. قال لك لا مفيش، هتبقى تبني على طوبه ثم بعد نص طوبه، والسقف بدل 6 متر بقى 3 متر و2 متر 80. تعرف نظام العماره ده بيعمل ايه؟ ما هو تعرف بتقول هم ليه غيروا كده وخلونا كده؟ لانه هم بيستفيدوا. اولا النظام ده يخليك تنزل، ده طارد للناس من البيت، تبقى تنزل في الشارع، تركب مواصلات، تقعد على قهاوي، تقعد على مطاعم. اللي اكتر من كده لازم تركب بقى تكييفات ومراوح. كان في بيوت ما كانش فيها الحاجات دي ولا دفايات، علشان بل اكثر كده في الريف بقى. انا راجل فلاح من البحيره،
فوجئت بايه؟ ان الفلاحين قال لك نظام بيعملوا معاهدات قروض. معاهدة قروض كده ماشي؟ الصوت ماشي ولا؟ معاهدة قروض. كان شوف يحط لك السم في المعاهدة، يقول لك على ان يخصص نصف المبلغ ده لايه؟ للميكنة الزراعية. واحنا نفرح يلا هات الفلوس وميكنة زراعية. كان الغرض الاساسي ان يخدلوا ذراع الفلاح. الفلاح اللي كان بيطلع في قدماء المصريين ماسك الفاس والمنظر ده، النهارده الفلاح المصري ما يقدرش يشيل الفاس، ما يقدرش يشتغل بيه. تيجي بقى معاهدة تانية البذور، يجي يقول لك على ان يكون من الحاجات دي البذور كذا كذا، وهنطلع لكم بذور مهجنة، هنطلع لك حاجات مختلفة. الخيار كنت عاوزه اخضر دلوقتي بنعمله اخضر ومش عارفه ايه. هيعمل الصوب علشان يطلع حاجة في غير مواعيدها، واحنا فرحانين كلهم فرحانين ان احنا نعمل الكلام ده كله. وكانت النتيجة كل ده. شوف بقى اللي بيروح للدكاترة قد ايه. كان الطفل الاول في الفلاحين ده يمشي مربوط كده ولا يجي له برد ولا يجي له حاجه. دلوقتي اخر معاهده من المعاهدات اللي كانت بتاعي الدين بيقول لك مخصص مبلغ كذا للافران المنزليه. الفرن بتاع البيت بتاع زمان ده انتهى، بقى افران البوتاجاز وحاجات من دي. هو بيعمل ايه؟ كان زمان عندنا بتاكل العيش، كنا بنقول ايه؟ العيش سوق نسبة الى السوق. ما تقدرش تاكل العيش ده اللي هو بتاع الطابونة الا يوم السوق، لان طول الاسبوع في خبيز و الى اخره. انا مش عايز اقول لكم قد ايه دي في انا عندي بنتائج اساسيه. هدوا الاسره المصريه. ما بقتش في بيت النهارده يقعد يفطر مع بعضه او يتغدى مع بعضه او يتعشى مع بعضه. دول نقلين على محور تاني، محور الصحه. انا هخلي محور التعليم في الاخر علشان بس الحضور ما يمسكونيش الاثنين، الدكتور العربي والدكتور سمير يمسكوا فيا. جم في الصحه قالوا احنا هنعلم الدكاتره بتوع امراض النساء والاطفال اللي بيسافروا بره، عشان لما بيرجع يقول لك خليج جامعه كذا الفيزا بتاعنا الناس بتروح له. أن الولادة المثلى هي الولادة السيزيريان وليس الولادة الطبيعية. فلو في حد من الدكاترة هنا يقدر حاضر أقول له قد إيه الفرق بين الطبيعي والسيزيريان في علاقة الطفل بأمه. ثم الرضاعة شهرين ببلاك سريلاك. شوف انا من 85 حافظ الكلام ده. ليه؟ شهرين. فاكرين لو الكبار اللي زي حالاتي كده لما كان الطفل بيبقى في صدر امه وبيرضع سنتين كاملتين حسب ما نص عليه في القران، كان حاجه بيقول لك لما بيشبع بيناجي. اما بيناجي تلاقي امه بتضحك معاه، بيضحك لها بتضحك له، بياخد تحضنه. شوف التواصل قد ايه. النهارده بنشوف المصري اليوم، اقروا صفحه الحوادث اللي بيقتل ابوه وامه واخواته وزوجته. كنتوا دي تشوفوها زمان مش موجود الحاجات دي خالص. النهارده ده اللي اكثر من كده. احنا بنعاني السنه دي وان اكتشفوها النهارده.
بالزيادة السكانية في 30 سنة وصلنا 36 مليون في 30 سنة. عارف ليه؟ لو أي حد من الكبار كده اللي زي حالاتي والدكتور عربي والدكتور سمير تلاقي إخواته أي واحد يقول لي كان إخواته تبقى الفرق السنتين على الأقل. تلاقي الفرق كده اللي ثبت أن السيدة المرضعة طالما بترضع ما تحتاجش مش ولاد. النهارده انا شفت في الترام من اسبوع سيده طالعه ب3 ولاد، واحد على كتفها واحد في ايديها واحد، الفرق بينهم مساله قلنا 7 شهور و8 شهور. ده سبب كان من الاسباب. انا بس بوريك الاستهداف عملوا فينا ايه ووصلنا لايه وعاوزين احنا نعمل ايه. ما احنا مش ما نقولش كده وبس. الامر الثالث في التعليم. ولكن ما هو دورنا نحن في مواجهة هذه التحديات؟ الرموز، النخبة، المثقفين، الشركاء في معركة الوعي. هذا هو ما يستلزم دورنا الحقيقي هذه الأيام بالفعل والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وخلف القيادة السياسية. وهذا عندما نتحدث به هذا ليس تطبيل، ولكن هذا واقع مهم جدا أن نلتف جميعا حول فكرة واحدة، وهي فكرة الوطن، فكرة البقاء والوجود لمصر العظيمة. الحقيقة الإسكندرية تعمل على قدم وساق في هذا الاتجاه. هناك منصات كثيرة جدا تعمل تطرح ثقافة، ولكن نحن أيضا ما زلنا نطمح في أداء أفضل بكثير مما يحدث على أرض الواقع من خلال هذه المنصات. ليس الكثير يعي جيدا فكرة الثقافة، وليس الكثير يعلم جيدا ما هو دوره وما هي الرسالة. فنحن نلتف ونتمسك جيدا بالرموز. عندما يكون معنا اليوم معالي الدكتور عربي أبو زيد وأيضا معالي المستشار أحمد عوض، لكي نستفيد وكي نستكمل معا الشراكة في معركة الوعي التي استوجب وقتها الآن. جميعا يجب أن ننتبه أن لدينا دورا كبيرا. المتذوق لديه دور، المبدع لديه دور، رجل الشارع لديه دور، وهذا هو دور الأحزاب. هذه الأيام يجب أن تهتم برجل الشارع جيدا، ويجب أن تجعله مسيسا وأن يفهم وأن يهتم بقضية هذا الوطن، لأننا في مرحلة حرجة كبيرة جدا، وهذا ما استوجب وجود هذا العنوان الذي خلفنا، التحديات التي تواجه الوطن العربي وأيضا مصر بصفة خاصة. ولكن عايز أقول أن هناك التحديات التي تواجه الأمن القومي، هذا الموضوع الأهم لو سوف يكون المرحلة القادمة إن شاء الله. أنا الحقيقة قبل أن ندخل في الحديث والحوار، أنا طبعا عايز أحيي كل الحضور. كل الأسماء موجودة على المنصة، موجود هنا، هحييكم اسم، ولكن دعونا قبل المداخلة أن نستمع إلى الفن الراقي، وهذا من خلال الحفاظ على الهوية. الحفاظ على الهوية المصرية بطرح فن راقي له معنى، وهذا هو ما حدث أخيرا. فقد تشبعت الساحة السكندرية بالتحديد والمصرية بشكل عام ببعض أنواع الفنون الغير جديرة بالسمع. فنحن نواجه هذا، وهذا دورنا. عندما نقدم فنان يحافظ على الأصول الشرقية في العزف والأداء، فهذا هو المطلوب في هذه اللحظة. لكي نخرج الفنان محمد منصور، تفضل. هنرجع للمداخلات المهمة جدا. هناك منصة خاصة بالضيوف، كل من يطلع يتحدث هيقعد على المنصة دي ويقول التحديات ويقول اللي عنده. اتفضل استاذ محمد. محمد عطا. استاذ محمد اتفضل. دكتور ياسر سيف الدين. الحقيقة النهاردة القاعة زاخرة بالرموز السياسية، القاعة مليئة بالرموز السياسية. أحمد يوسف راح فين؟
العربي ومصر بصفة خاصة. الحقيقة احنا ما زلنا كل ده بنقول كلام عشان نستقبل هذا الفنان الجميل محمد منصور، المايسترو محمد منصور، حتى يمتعنا ببعض العزف عشان نقدر نخش على الفقرات القادمة ونتحدث مع الحضور على ضيوف المنصة اللي هيبقوا معانا النهاردة على منصة الضيوف. احنا بنحب نعمل منصة للضيوف كده. طبعا الإعلامي أحمد النجار معاه شوية صور مش هينشرهم ولا حاجة، يقول لك ده